اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أسماء عبد الهادي، ويلا بينا نبدأ قصتنا. يوم الوقفة، سلمى كانت شغالة في محل ملابس، واليوم كان زحمة جدا والزباين داخلة خارجة والكل بيتحرك بسرعة هنا وهنا إلا سلمى. كانت واقفة سرحانة وعينها كانت على طقم متعلق كان خاطف نظرها وهتموت عليه. الله، الطقم ده حلو قوي، أتمنى بس لو ألبسه في العيد، بس منين يا حسرة؟ وأقدر على تمنه إزاي؟ ده تمنه لوحده قد مرتبي في شهر، هجيبه بس إزاي؟ كل سنة تعدي عليا وأنا بلبس أي حاجة وبقول بكرة تتدبر، المهم اخواتي يلبسوا جديد وأنا مش مهم، ودايما بقول أكيد هيجي اليوم وألبس فيه لبس جديد من اللي نفسي فيه ده وبتمناه، لكن للأسف ده مش بيحصل. كل سنة الوضع يسوء عن اللي قبله، ولا مصاريف طلعت لي كده من حيث لا أدري، وهم ما اتلم وكأنها ماسورة انفجرت في وشي. يا أنا بتمنى الطقم ده قوي، البلوزة تحفة ولا بنطلون هيجنن، يا بختها اللي هتشتريه بجد. وجت صاحبتها شاهندة، لقيتها سرحانة. سوسو، سرحانة في ايه؟ لو مستر فؤاد طب علينا ولقاكي بقى في يوم الزحمة دي سرحانة كده مش بعيد بقى يرفدك. يا بنتي هو ده وقته تتنيح؟ لا خلاص هركز اهو في الشغل، لحسن بقى ينتبه عليا والاقيه طبب عليا فعلا ويعمل لها حكاية ورواية ويفضل بقى يتلكك وفي الاخر يرفدني او يخصم مرتبي اللي طبعا من اول يوم هيخلص، وعارفة هو هيروح فين، مش هيفضلي منه اي حاجة، وهفضل بقى استلف لحد اخر الشهر كالعادة، وهكذا طول الوقت. هروح اشوف الزبونة اللي هناك دي. واتحركت عندها. هاي أستاذة، عجبك الطقم دوت؟ هو جميل جدا ولونه لايق عليكي قوي، عشان حضرتك بيضة فلاقي الألوان الغامقة عليكي ماشية معاكي قوي. ايه رأيك بقى تدخلي تقيسيه في البروفا؟ أصلا ثواني كده لحظة أشوف لحضرتك بروفا فاضية، لأن الجو زحمة زي ما انت شايفة. في واحدة فاضية اهي، الحقي بقى ادخلي قبل ما تنشغل تاني. تحبي أنقلك طقم كمان تقيسيه بالمرة وتختاري منهم؟ يا ريت. بصي هاتيلي الطقم دوت، البنطلون جينز اللي هناك ده. وسلمى قالت في نفسها قلبي كان هيقف ويتشاور ناحية الطقم اللي عاجبني ده، ما بقاش منه غير آخر قطعة ومعرفش ليه رغم ظروفي عندي أمل إن أنا أقدر أشتريه، عاجبني قوي بصراحة. طيب حاضر، اتفضلي اهو، ولو احتجتي أي حاجة أنا معاكي، هشوف بس زبونة تانية وهرجعلك. وهي رايحة ناحية زبونة تانية عدت على الطقم اللي عاجبها وكلمته. يا ترى بقى هقدر أحصل عليك ولا هتفضل حلم جميل صعب المنال؟ يا رب بقى اصلح الحال، أنا تعبت قوي يا رب. وهنا جه المدير وبدأ يشرف على المحل، فسلمى بعدت بسرعة وراحت لزبونة تانية وبدأت تعرض عليها الهدوم، فخرجت لها الزبونة الأولى. ايه رأيك؟ أنا أخدت بنصيحتك ولبست ده وبصراحة عجبني قوي، تفتكري هيعجبهم في البيت؟ الله، ده بجد تحفة قوي عليكي، طب والله العظيم حقيقي ومن غير مجاملة لايق جدا على حضرتك، كأنه متفصل عشانك. تسلمي لي يا قمر، كلك ذوق. تعرفي أنا كل مرة بنزل بدري في أول رمضان عشان أجيب لعيالي لبس العيد ولجوزي كمان، وبجهز الكل والبيت من كل حاجة، وبنسى نفسي. كل مرة بفضل أقول مش مهم أنا، المهم عيالي جوزي ينبسطوا ويلبسوا أحسن لبس. لكن بقى السنة دي حسيت كده إن أنا محتاجة أسعد نفسي أنا كمان، قلت ليه لأ، ليه ما أجيبش لنفسي؟ يعني هفضل أجي على نفسي لحد إمتى؟ فأخدت بعضي بعد ما خلصت البيت وقررت بقى أنزل عشان أشتري ليا طقم جديد، وكنت عارفة إن أنا متأخرة فأكيد مش هلاقي حاجة حلوة أوي مناسبة ليا، لأن خلاص مفيش وقت. لكن الحمد لله إني لقيت طقم عجبني ودخل دماغي. شكرا ليكي جدا يا قمر، تتهني بيه، وكل سنة وحضرتك طيبة وأسرتك كلها يا رب. تسلمي، كلك ذوق يا حبيبتي. على فكرة أنا وأنا بحاسب أقول إن اللي ساعدتني أنتي. قولي لي بقى يا حبيبتي، أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي سلمى، وشكرا جدا ليكي، نورتينا. ولفت سلمى عشان تشوف شغلها مع زبون تاني، فلقيت واحد واقف وباين عليه الحيرة، فقربت منه. تحب حضرتك أساعدك في حاجة؟ شايفة حضرتك محتار، أكيد نازل تختار بقى لحد عز عليك صح؟ بصراحة ومش عارف اختار ايه ولا ايه، القرار بصراحة صعب جدا والعروض كتير ومغرية، ممكن تساعديني؟ سلمى بصت على القطعة، والقطعة اللي عجبتها شدتها وعرضتها عليه، وعرضت عليه قطعة جنبها. ايه رأي حضرتك في ده؟ ده حلو قوي واللون ده موضة على فكرة، والبنات الفترة دي كلها بتلبسه. ويا دي الحسرة، الزبون شاور على الطقم اللي عجب سلمى جدا واللي هو آخر قطعة منه. طب بقولك ايه رأيك في ده؟ اتوترت سلمى جدا. هو جميل برضو، بس بقترح لحضرتك يعني الطقم الأولاني، ايه رأيك؟ على فكرة حلوة قوي. لا أنا هاخد دوت، عاجبني جدا وأكيد هيعجب خطيبتي. هو بكام؟ ب1700 يا فندم، لكن على فكرة القطعة التانية أرخص منها شوية، ب1500 بس. تمام أنا هاخد دوت، اتفضلي 1700 اهو. مبروك عليك يا فندم، اتفضل الكاشير هناك اهو، حاسب هناك. نورتنا يا فندم. الزبون أخد القطعة اللي عجبته وراح للكاشير. لو سمحت
غلف لي الطقم دوت واكتب عليه بقى العنوان دوت اللي انا هقوله لك دلوقتي، ويا ريت تبعته على هناك وتقول لي بقى الحساب كله كام. تمام، تحت امرك يا فندم. سلمى بقول لك ايه، تعالي غلفي العلبه دي بسرعه لاني مش فاضي، عايزه احسب الناس دي عشان تمشي. وخدي الكارت اللي فيه العنوان ده الزي بقى على العلبه من بره واديه لسمير يوصله. طيب حاضر ماشي، هعمله بسرعه اهو. وبالفعل عملت ده واديته لسمير عشان يوصل الاوردر. وعدى كام ساعه من العمل الشاق لحد ما الرجل بدات تخف المحل والوقت اتاخر وقربوا يقفلوا. لقيت شاهندة قربت منها وهي فرحانه جدا. ياه اخيرا الدوكه اللي كنا فيها انتهت. انا تعبت قوي النهارده، ده الشغل النهارده بشغل الشهر كله. المفروض المدير بقى يدينا علاوه النهارده. والله بس يا بنتي يا سلمى بقول لك ايه، انا فرحانه قوي. انا فضلت لاخر اليوم عشان اعرف اشتري طقم بسعر يكون هين من هنا شويه. اصل خلاص الزباين مشيت والعيد بكره، يعني الاسعار هتنزل شويه. هختار لي بقى طقم البسه في العيد، واكيد المدير هيدوني بسعر مرتاح، اكيد هينزل النص. ايه رايك انت كمان اختاري لك طقم معايا عشان يا بنت بعد صلاه العيد نلبسه ونخرج بيه ونتهيأ كده زي بقيه البنات، كل واحده بتحاول تعرض لبس العيد بتاعها. ياه انا متشوقه قوي اشوف لبس العيد بتاع زوزو. يخرب بيتها ذوقها حلو قوي وبتختار اغلى حاجه، مش بيهمها الفلوس ابدا، ما بتعرفش تمسك ايديها في الفلوس. المهم عندها تدلع نفسها مش زينا. المهم بصي انا معايا 700 جنيه هجيب بيهم، تعالي بقى اختاري معايا. ايه رايك في ده؟ حلو قوي والله، وعلى فكره احسن معروضين كمان. يلا ادخلي سي، عايزه اشوف عليكي كده. وبالفعل دخلت شاهندة تلبسه وبجد كان حلو قوي عليها، وشاهندة فضلت تلف بيه فرحه. الله حلو قوي يا سلمى، انا عجبني قوي. كنت خايفه لو فضلت للاخر ملحقش اي حاجه عدله، بس الحمد لله لحقت حاجه عجبتني ودخلت دماغي. تتهني بيه يا شاهندة، وكل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه حبيبتي. قولي لي بقى هتختاري ليكي طقم ايه؟ البت وداد الناصحه اشترت امبارح، قال ايه لو استنيت للاخر طبعا مش هلحق حاجه حلوه، بس للاسف مشيت قبل ما اشوفها. متشوقه جدا اشوف الطقم اللي اختارته ايه. يلا تحبي اساعدك بقى تختاري ليكي؟ لا انا مش هشتري، اصلا عندي طقم جديد كنت شاريه على فرح قريبتي وما لبستوش ومحدش شافه عليا، فهلبسه بقى في العيد وخلاص ان شاء الله يعني. طيب ماشي، انا متشوقه جدا اشوفه. يلا انا همشي بقى، اشوفك على خير. تصبحي على خير يا حبيبتي، مع السلامه. وانا كمان هروح اجيب شنطتي وهمشي. هنا المدير نده عليهم ومد ايده وهو بيدي كل واحده فيهم 200 جنيه. استنوا يا بنات، يلا خدوا عداياكم اهي، حبيت اكون اول واحد يديكم عدايه، كل سنه وانتم طيبين. سلمى فرحت جدا بالعيديه عشان هتعرف تفرح اخواتها وتجيب لهم فرخه ياكلوها اول يوم العيد. اخدتها وخرجت وهي مبسوطه عشان هتجيب فرخه لاخواتها، وحزينه لانها ما قدرتش تشتري اللي عجبها خالص، وبقت تكلم نفسها هو انا هلاقي بتاع الفراخ فاتح دلوقتي؟ اكيد قفل ونام. عامه انا هعدي عليه، ولو لقيته قافل هطلع بقى لمراته فوق، اكيد دبحه وعين عندها فوق لاي حد محتاج اول يوم العيد لانهم مش هيفتحوا بعد كده. هطلع بقى اسالها. وبالفعل لقيتهم قافلين، فطلعت خبطت. السلام عليكم، ازيك يا ام محمود؟ معلش انا كنت عايزه فرخه لبكره ان شاء الله، بس لقيتكم قافلين وعارفه انكم بكره مش هتفتحوا، فقلت اخبط عليكي اسال عندك ولا لا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبتي انا عندي، ده انا دابحاهم ومنضفاهم النهارده وشايلهم في الديب فريزر جوه عشان لو حد طلب اديله. قولي لي بقى عايزه فرخه كام كيلو؟ عايزاها في حدود كده 200 جنيه. ماشي يا حبيبتي، يا رب الاقي حاجه بالسعر ده، اصل كل اللي عندي اكتر من 2 كيلو، بس هشوف لك. حاضر يا رب تلاقي، لاني مش هعرف ازود عليهم حاجه، يا دوب اللي معايا ماشيين لاخر الشهر، لو سمحتي حاولي. لا خلاص الحمد لله، لقيت 2 كيلو وربع اهو. يلا مش مهم بقى تمن ربع كيلو، اعتبريها هديه مني ليكي، كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. شكرا قوي بجد شكرا، وانتي طيبه يا حبيبتي، ربنا يعود عليكي الايام بخير. وسلمى اخدت الفرخه ورجعت على البيت، لقيت البيت كله نايم واخواتها نايمين، بس امها اللي صاحيه. ايه يا ماما، ايه اللي مسهرك كده؟ ليه ما نمتيش؟ اخدتي العلاج بتاعك بعد العشاء ولا نسيتي؟ ايوه يا بنتي اخدته، انا ما رضيتش انام الا لما ترجعي. اتاخرتي ليه كده النهارده؟ الحمد لله على السلامه يا بنتي. معلش يا ماما سهرتك، اصل النهارده كان زحمه قوي، كأن الناس سايبه رمضان كله وجايين يشتروا بقى ليله العيد. انا كنت متوقعه النهارده المحل هيكون بينش عشان ليله العيد، لقيت بقى العكس. اللهم بارك، كان زحمه جدا وتعبنا قوي، بس الحمد لله عدت. المهم خدي الفرخه دي اعمليها بقى العيال بكره ان شاء الله على الغدا. الحمد لله يا ماما فرجت، المدير بتاعنا ادانا عديتنا كانت 200 جنيه، وقلت خير اروح اجيب بيهم فرخه فرح العيال. طب والله في الخير، ربنا يصلح حاله يا رب، وكل سنه وانتوا طيبين يا حبيبتي. ربنا يعينك يا سلمى، انا عارفه اني راميه الحمل كله عليكي يا بنتي، شغل بره وجوه البيت، وانا مش عارفه اساعدك زي ما انت شايفه كده، مش قادره اساعد نفسي، يا دوب بتحرك في البيت
وشايلتك الهم بدري يا بنتي. ما تقوليش كده يا ماما، ولا اي حاجه، المهم ان انت كويسه وبخير. ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي عافيتك يا رب، وجودك معانا بالدنيا كلها. ربنا يصلح حالك يا حبيبتي. من حق كنت هنسى. في واحد جه وجاب صندوق كده وقال انه حد بعته لهنا، وانا حطيته بقى في اوضتك جوه. ادخلي يلا شوفي كده. صندوق ايه ده؟ صندوق ايه ده؟ بصي انا ادخل غير هدومي واتشطف كده واشوفه. ولما دخلت اوضتها لقيت علبة هدايا على السرير، فاستغربت جدا. العلبة دي مش غريبة عليا. يا لهوي، دي العلبة بتاعت الزبون. ده انا اللي مغلفاها بايدي، اللي جابها هنا هو سمير. اتلخبط في العنوان ولا ايه؟ يا لهوي، لا يكون انا كتبت عنواني بدل العنوان الصح. صح، مش انا اللي كاتبه العنوان، انا غلفته ولزقت بس. ايه ده؟ العنوان مكتوب فيه عنواني انا ده فعلا. بس ازاي؟ معقول الراجل ده بعتها ليا انا ولا اتلخبط وكتب بقى عنوان غلط؟ هو بالصدفه طلع عنواني انا، بس الزبون قال ان هو اخد الطقم ده لخطيبته، يعني جه عندي بالغلط. يا عيني يا بنتي، زمان كنت بتستني طقم العيد بتاعك ولسه ما جالكيش. يا حسره فعلا. طيب بس انا هرجعه ازاي؟ وهنعرف بقى نجيب صاحبه ده تاني منين؟ والاهم من ده كله ان المحل اصلا مش هيفتح غير تالت يوم العيد، يعني كده صاحبته هيروح عليها العيد من غير ما تلبسه. اعمل ايه بس يا ربي؟ لو ما وصلش النهارده محدش كده يشتريه، لان هيكون خلاص العيد خلص. اعمل ايه؟ استهبط فيها واقول رزقه جالي؟ اصلا انا ماليش دعوه، الزبون هو اللي كتب العنوان بخط ايده، يعني هو اللي اتلخبط، وسمير وصل له العنوان المطلوب زي ما هو مكتوب بالظبط. وانا رجعت البيت لقيت هديه وجات لي، يعني مستنياني، يعني محدش غلطان، الزبون هو اللي غلط، يتحمل بقى نتيجه غلطه. قالتها وبدات تفتح العلبه واحتفظت بالكارت اللي كان عليه العنوان، وفرحت جدا اول ما شافت الطقم اللي عجبها وقررت انها تقيسه. ولما لبسته فضلت تكلم نفسها وهي بتبص في المرايه وعماله تلف حول نفسها. الله، تحفه تحفه قوي، هياكل مني حته، ده متفصل عشاني انا. والله ربنا بيحبني لان كان نفسي فيه قوي، واخيرا الحمد لله جالي لحد عندي، حتى لو جالي يعني بالغلط. ده شكله حلو قوي. البت شاهندة والبت زوزو لو شافوه عليا يتجننوا من جماله، واكيد بقى يغيروا مني عشان انا لابسه طقم اغلى منهم. بكره هكون حديث الحاره بسبب الطقم دوت، والاول مره همشي وراسي مرفوعه. ومش بس لابسه طقم عيد جديد، لا ده انا كمان لابسه بقى طقم غالي محدش منهم عارف يجيبه. يا حلاوتك يا سوسو، قالت كلامها دوت وفضلت تلف بيه حول نفسها وهي فرحانه وفضلت ترقص. وبعدها قلعته وقعدت على طرف السرير. ايه ده؟ انا من امتى وانا باخد حاجه مش بتاعتي؟ اكيد صاحبته زعلانه على طقم العيد اللي لسه ما جالهاش لحد دلوقتي. انا ازاي هبني فرحتي وساعتي على تعاسه غيري؟ لا استحاله، مستحيل انا اللي اعمل كده واخد حاجه مش بتاعتي. الطقم ده لازم يرجع لاصحابه، وانا ربنا يعوض عليا. هعمل ايه؟ مكتوب لي كده، مكتوب لي ما احضرش العيد بطقم جديد زي بقيه الناس. حتى الاسدال اللي هصلي بيه العيد قديم جدا، عندي من 4 سنين. هو البنات كل سنه بيجيب واحد شكل. يلا الحمد لله. انا هنزل بسرعه ارجع المحل، صاحب المحل لسه هناك اكيد، لسه بيرجع الحسابات ما قفلش يعني. انا هروح بقى الحقه واشوف الفاتوره بتاعت الراجل ايه. اي حد بيعمل اوردر لازم بيسيب رقم تليفونه، يا رب نقدر نلاقيه ونندل بقى على صاحبه يا رب. في الوقت دوت كان الزبون اللي كانت تقصده سلمى قاعد مع فؤاد المدير، واللي في الواقع بيكون اخو عماد. تفتكر بقى البنت لما ترجع بيتها وتلاقي الطقم اللي مش بتاعها وبتاع حد تاني، وخصوصا بقى ان انا مفهمه ان هو بتاع خطيبتي، هترجعه ولا هتعمل ايه؟ لا ما اظنش. اي واحده في ظروفها ديت، وخصوصا بقى كل اصحابها اشتروا طقم جديد اللي هي، فاكيد ما هتصدق وهتقول بقى فرصه وجات لي وهتاخده ليها. على الاقل هتنزل بيه بكره العيد، ده لو فكرت يعني بعد كده ترجعه. المهم انها تستغل الفرصه في كل الاحوال. يعني انت شايف كده؟ طيب خلاص بقى، مالوش لازمه قعدتنا هنا، لو خلصت قوم نروح نتعشى وبعدين نرجع البيت، ورانا يا عم صلاه العيد. ايوه صح تمام، يلا بينا. ولسه هيتحركوا لقوا سلمى جايه تجري عليهم. استاذ فؤاد، يا استاذ فؤاد، كويس قوي اني لحقتك قبل ما تقفل. استنى بالله عليك، في حاجه حصلت ولازم ترجع لاصحابها. فؤاد وعماد بصوا لبعض ومش مصدقين انها راجعه بالبوكس، وسلمى من تاثرها ما خدتش بالها من عماد. انا بوكس الهدايا ده جالي بالغلط، ده زبون كنت واقفه معاه وساعدته بقى يشتري طقم دوت وطلب يغلفه وبعدها نبعته لخطيبته وادانا العنوان. ايه ده؟ ولسه لحد دلوقتي ما وصلتش الاوردر ولا ايه؟ مستنيه ايه؟ فين سمير مسؤول التوصيل؟ لا انا اديتهولهم بدري وبالفعل سمير وصله، لكن انا لما رجعت البيت لقيت البوكس عندي. ايوه زي ما بقول لحضرتك كده، عندي انا في البيت. يعني ايه يعني سمير مش عارف يوصل العنوان فجابولك انت تاني؟ انا ما كنتش فاهمه زي حضرتك كده، بس لما بصيت على العنوان لقيته مكتوب عنواني انا يا فؤاد بيه. تقريبا الزبون اتلخبط وحط عنوان بالغلط، وبالصدفه بقى طلع عنواني، ودلوقتي محتاجين نرجعه لاصحابه زي ما صاحبته منتظراه عشان يعني العيد. ايه ده؟ معقول انا اتلخبطت يعني في كتابه العنوان؟ هنا انتبهت لي سلمى. ايه ده؟ حضرتك هنا؟
معلش ما خدتش بالي، اكيد حضرتك جاي تسال على البوكس. اهو يا فندم اتفضل. حضرتك كتبت العنوان مش مظبوط. تمام، شكرا ليكي. بس قولي لي، كنت هتعملي ايه بقى لو لقيتي يعني فؤاد قفل المحل ومشي خلاص؟ هتتصرفي ازاي؟ انا مش معايا رقم فؤاد بيه، بس كنت هتصل على زميلتي واخد منها رقمه واكلمه واقول له على اللي حصل. المهم عندي الحاجه ترجع لاصحابها، وخصوصا بقى مفيش وقت، ده بكره العيد. وفجاه انتبهت سلمى ان الاتنين بيسقفوا لها وبيبصوا ليها باعجاب. سلمى كانت مستغربه جدا. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ هو اللي عملت حاجه غلط ولا ايه؟ لا طبعا انت عملتي الصح، ده كان اختبار بنختبر بيه امانه الموظفين، وخصوصا بعد ما اتسرقت قبل كده. وعلى فكره انا اصلا مش مرتبط، والرساله كانت جزء من الاختبار، وانت الحمد لله فزتي فيه بجداره، وكده انت طلعتي خلاص براءه، يعني بره دايره الشك، وهتكوني موظفه دايما في المحل. سلمى فرحت جدا انها نجحت في الاختبار بعد ما كانت خلاص هتضعف وهتاخده، وشكرتهم ولفت وشها عشان تمشي. استني يا سلمى، هو انت جبتي طقم العيد؟ ها؟ لا قصدي جبته. منين يعني؟ معقوله يا سلمى اشتريتي من مكان تاني غير محلنا؟ يعني ينفع كده؟ ها؟ لا هو كان عندي في الاول، يعني ما اشتريتش. تمام يا سلمى، خدي البوكس دوت هديه مننا ليكي، مش خساره في امانتك ابدا، وكل سنه وانت طيبه. لا شكرا جدا، والله شكرا. انا بس جيت ارجع حاجه مش بتاعتي، واهم حاجه عندي ان انا اتثبت في الوظيفه، وده لوحده كفايه. عن اذنكم. استني يا ناس سلمى، احنا مصرين بقى تاخدي الطقم دوت وتحضري كمان بيه العيد. معقول عايزه تزعلينا؟ بالمناسبه انا اخو فؤاد، والمحل ده شركه بيني وبينه. يلا خدي بقى والحقي روحي لان الوقت اتاخر. سلمى اخدته وشكرته ومشيت وهي مبسوطه قوي. الحمد لله، ربنا سبب الاسباب عشان الطقم اللي نفسي فيه يكون عندي، وبطريقه عمري ما كنت اتخيلها ابدا. سبحانك يا رب ما اكرمك. وبعدها عماد كان بيراقبها كتير جدا، ولما خلص العيد كان بيروح المحل وبيقعد يتفرج عليها وهي بتشتغل لحد ما وقع في حبها، وهي كمان كان ابتدى قلبها يدق ليه، وراح طلب ايديها وهي وافقت. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.